ازيكم عاملين ايه؟ يا مساء الفل عليكم، يا مساء الورد، يا مساء الياسمين، يا مساء المحبة، يا مساء التسامح، يا مساء التفاؤل، يا مساء كل حاجة حلوة عليكم يا رب. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد مختلف تماما، ممكن يفيد ناس جديد كتير او بنات لسه ما تعرفش الحاجات دي، يعني هيفيدكم ان شاء الله بإذن الله. بس انتوا اسمعوا الفيديو معايا من الاول لغاية الاخر وانتوا هتستفادوا منه بإذن الله. دي الحوامل دي بقى هنزلها، دي خلاص بقى ملهاش لازمة. شايفين هنا انا بوريكم الترابة عاملة ازاي؟ في ترابة، لازم بيكون في ترابة على الازاز، هي مش ترابة اللي هي، لا ترابة ناعمة يعني ترابة خفيفة. ده كله ده زي ما انتوا شايفينه كده هينزل على الارض، هغسله وهديه غسلة كده كويسة وهحطه يتصفى، وهرجع بقى ارص معاكم النيش رصة جديدة خالص ومختلفة تماما مع الحوامل الجديدة اللي انا جايبها اللي هوريها لكم. فيا ريت نحط اللايك يا جماعة، ما تنسوش اللايك بالله عليكم، اهم حاجة اللايك، هو ده اللي بيرفع الفيديو. فما تنسوش اللايك، مش هتخسروا حاجة والله لو عملتوا لايك، مش هتخسروا اي حاجة. حطوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واختاروا كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. انا هنا بوريكم شكل النيش قبل ما انزله على الارض، عشان لما ارص الرصه الجديده واحط الحاجات الجديده اللي انا جايباها تعرفوا الفرق، يعني تحسوا الفرق. ده شكل النيش قبل ما اغسله. فكل حاجه دي هنزلها على الارض وهتتغسل. شايفين ده الحوامل الجديده اللي انا جايباها، دي بيتحط عليها بقى الاطباق الصيني، الفطار، الاركوبال، بتدي شكل جميل وهتشوفوها معايا في اخر الفيديو. الحوامل دي حلوه جدا جدا جدا. شايفين النيش بقى فاضي اهو، فضيته تماما كده. انا بغسل النيش كل فترة، يعني مش كل شهر ولا شهرين، لا انا عاملة نظام معين لان هو مقفول، مش بفتحه غير لما اكون هطلع منه حاجة عند ضيوف او حاجة. بطلع وبروح مرجعاه تاني، فهو نظيف. انا بصراحة بعمله كل سنة. فانا مش عارفة بقى انتوا بتعملوا كل قد ايه يعني، فقولوا لي انتوا النيش بتنضفوه كل فترة قد ايه؟ يعني انتوا بتنضفوا النيش كل قد ايه؟ انا بنضفه كل سنة، كل سنة بنزله كده على الارض، بديه غسلة كويسة وبروح منشفاه مصفياه واروح مرجعاه مكانه تاني. هنا جايبه جردل معاكم اهو، جردل صغير كده وحاطه فيه ميه وبريل فقط. مش هحتاج اي حاجه لانها حاجات نظيفه، يعني ما بستخدمهاش فهي نظيفه. يا دوبك بس ميه وحبه بريل صغيرين كفيلين ان هم يحشوا الترابه الخفيفه الناعمه بس اللي عليه. هنا هو انا برص وزي ما انتم شايفين هوريكم الكاس ده اتكسر الكاس ده اتكسر وانا بنضف. يلا بقى مش مشكلة، في ساعات احيانا بنضف النيش بلاقي في حاجات طاقة لوحدها كمان. يا كان ده اتكسر وانا بعدي كده اتكعبلت فيه في رجلي فاتكسر يعني، فمش مشكلة، فدانا مش مشكلة. هنا هو بوريكم ان انا كل حاجة طبعا نزلتها على الارض زي ما انتوا شايفين كده، كله نزلته. في حاجات هاتي في الجردة لسه بتتغسل، وفي حاجات حطيتها تتصفى. واهم حاجة انك تلمي السجادة وتعيشي بقى مع نفسك على الارض، تحطي مفرش كده يكون مغسول، المفرش ده مغسول ونظيف. حطيت الحاجات تتصفى عليه. وهنا السجادة شلتها وعايشة بقى حياتي بالمية بكل حاجة. وبعد ما اخلص هرجع كل حاجة مكانها. نفرش السجادة من تاني ونمسح الارض والكلام ده كله، بس وانتي بتغسلي لمي السجادة اضمن يعني، عشان مفيش مية تنزل عليها ما تتبلش مية والكلام ده كله. هنا بغسل وبدي بنات سيلفي يرصوا جنبي، هم قاعدين معايا فبديهم يرصوا جنبي، انا بغسل وهم بيرصوا الحاجة تتصفى على جنب. وكمان بعد ما تتصفى انا مش هكتفي بكده، هتتنشف بالفوطة كمان يعني، وانا برصها في النيش هنشفها بفوطة كمان، يعني مش هكتفي ان هي تصفت كده بس، لا ننشف بالفوطة برضو بحيث تبقى ناشفة ما يبقاش فيها اي حاجة، ابقى ضامنة ان هي ما فيهاش نقطة مية. هنا اهو زي ما انتوا شايفين انا لمعت الازاز اهو جوه النيش، لمعته وابتدي بقى ارص واحط المفارش بتاعته. وهتشوفوا بقى هنا الاختلاف، وعايزه رايكم بصراحه، يعني عايزه رايكم بصراحه في الرصه بتاعتي. انا بحب كده كل فتره او تقريبا كل ما بنزل النيش بغير شويه من افكار الرصه بتاعته، يعني بغير شويه من الرصات بتاعت النيش كل فتره، يعني كده كل سنه. بس المرة دي الحوامل الجديدة هي اللي هتدي شكل وهتغير نظام النيش تماما. هي الحوامل دي حلوة جدا، انا بنصح اي، مش لازم تكوني عروسة يعني، بنصح اي واحدة ست، اي عروسة ان هي تجيب الحوامل دي حلوة جدا وبتدي شكل جميل جدا في النيش. هنا انا ابتديت الرصة زي ما انتوا شايفين اهو. ده اول حاجة طقم الفطار، ده طقم الفطار واللي تحت منه طقم الاركوبال. فاول ضلفة كده، اول ضلفة في النيش حتى طقم الفطار وطقم الاركوبال.
والضلفة اللي بعدها ده طقم الصيني. وهنا شايفين انا برص ازاي اهو، زي ما انتوا شايفين كده لسه شغالة رص. طبعا انا عارفة ان في اشكال طلعت جديد تانية وحاجات طلعت مختلفة تانية، والاشكال اختلفت، وفي طبعا تطور الموضة بتتغير من وقت للتاني. بس دي يعني النيش ده كل الحاجة اللي في النيش ديتي من 10 سنين يعني. انا بقالي اهو داخلة في 10 سنين متجوزة، فالحاجات دي كلها من 10 سنين. فطبعا انا عارفة ممكن عرايس او بنات هيكون عندها حاجات زي كده، بس الاشكال مختلفة، الموديلات مختلفة. بس ده الشكل من 10 سنين، اي واحدة من 10 سنين هيبقى عندها الشكل ده. طقم الفطار، طقم الاركوبال، طقم الصيني، الشكل ده. فدي انا عارفه ان هي طبعا اتطورت وفي حاجات طلعت جديده، بس هو ده النيش بتاعي والحاجه بتاعتي اللي انا اتجوزت بيها، ما زودتش عليها حاجه. ده اللطم اللي انا اتجوزت بيها. فممكن تكون الاشكال اختلفت، طبعا دي حاجه تانية خالص. مع مرور الايام والسنين الحاجه بتختلف. هنا انا رصيت طقم الصيني كده. اهم حاجه قولوا لي رايكم في الرصه. ما قدرتش اجيب معاكم الرصه بالظبط، معلش، فجبت لكم الفينش النهائي في الاخر. هنا بقى الازاز دي، الضلفة دي تحت الازاز، الضلفة دي ازاز فقط يعني، خليت ضلفة كاملة فوق وتحت. دي للازاز بقى، للكاسات، للمجات، كده اللطم اللي هي كلها ازاز. بصراحة الطقم الغامق ده حلو جدا جدا جدا. ده برضو من اللطم اللي انا اتجوزت بيها والكاسات وكل الحاجات دي. فالطقم ده غالي عليا جدا بصراحة، ونظامه مختلف ولونه مختلف. وهنا بقى اهو زي ما انتوا شايفين ده الرف التاني. واهم حاجة لو عجبكم الفيديو متنسوش الاشتراك في القناة وبتفعيل زر الجرس، ونختار كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. واللايك يا جماعة، اللايك اهم حاجة، اللايك هو اللي بيرفع لي الفيديو. ويلا بقى، سلام.